مشاهدينا بنرحب بكم مرة تانية وهنستكمل هذه الرحلة داخل أروقة الأوسكار وداخل جملة الأفلام اللي حصدت العديد من الجوائز الخاصة بالأوسكار في الحفل الخامس والثمانين. لايف اوف باي، الفيلم ده حصد 4 جوائز أوسكار: أحسن تصوير، أحسن إخراج، أحسن موسيقى أصلية، أحسن مؤثرات بصرية. الفيلم ده بيعد تحفة لمخرجه أنج لي، وهو مخرج تايواني حصد جائزة الأوسكار وحصل عليها قبل كده قبل بضعة أعوام. الفيلم ده من روعته إن هو بيمزج لك ما بين الحقيقة وما بين الخيال، وفي مشاهد أكثر من رائعة بتاخدك لآفاق احنا كلنا بنحلم ان احنا نروح فيها، وخاصة مع وجود نمر. النمر ده بينقسم لشقين: نمر حقيقي مدرب ونمر متخيل من الجرافيك، موجود اغلب الوقت في قارب نجاة مع البطل، مع باي أو بيسين. اسمحوا لنا مشاهدينا نتقرب أكتر من المسألة دي ونقترب منها ونتعرف على تقنيك البعد الثالث وال3 دايمنشنز وما إلى ذلك، ونقترب أكتر من هذه المسألة من خلال التقرير اللي جاي، ونيجي نكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام.